عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا بنات؟ وحشتوني جدا. فيديو النهاردة بناء على طلبكم انتم، وهو كان طريقة عمل الهايلايتر في البيت. اول حاجة انا استخدمتها، جبت طبعا الاكياس دي انتوا بتشوفوها دايما في معظم فيديوهاتي. انا بفضي الشادو او الباودر او اي حاجة في الاكياس دي وبقفلها كويس، وبعدين بفضل اضغط عليها كده لحد ما تنعم خالص. ده بيوفر عليا من ان انا طبعا ابهدل الدنيا واقعد ان انا اجيب مثلا خشبة او اي حاجة ان انا اعمل بيها علشان خاطر تطحن وتبقى زي اللوز باودر. فده طبعا بيوفر عليا كتير وبيوفر بهدلة والكلام ده كله. فزي ما انتم شايفين انا جبت كيس زي دوت وفضيت فيه كومباكت باودر كانت مكسورة عندي، فضيتها وسبتها في الكيس زي ما هي، قلت ربما احتاجها في اي حاجة. وده كان شادو برضو ابيض، كان من باليت شادو اتكسرت عندي. وزي ما احنا شايفين الشادو الابيض انا هستخدمه فيه نسبة شيمر شوية او فيه نسبة هايلايتر او جليتر كده، فيه زي برونزر حاجة بسيطة. واستخدمت بولة دي كانت متوفرة في باليت اي شادو، انا شلتها منها. ودي علبة فاضية عادية جدا، مش فاكرة بصراحة كانت بتاعت ايه، بس دي كانت علبة فاضية. واستخدمت كحول 70%، فضيته في السرنجة دي. وبعد كده هنحط الحاجة اللي انا هستخدمها، هحط باودر وهحط الهايلايتر على بعض بكميات مظبوطة. بس الباودر ما بحطوش بكمية اكتر من الهايلايت من الاي شادو الابيض، يعني هي دي الكمية بس اللي انا محتاجاها من الباودر. وطبعا زي ما انتم شايفين انا مش هقلب الكمية غير مع الهايلايتر، وبعدين لو في حاجات متجمدة او متكلكعة هبقى اعملها بعدين. وبعدين هحط الاي شادو الابيض اللي هو اللي فيه نسبة هايلايتر، ده انا بحطه بنسبة اكبر، بس اكبر حاجة بسيطة مش نسبة كبيرة. وبعدين بجيب الكحول وبستخدمه، بحطه على الاتنين بالطريقة دي. وبعدين بأي أداة متوفرة عندي، سواء بقى خشبة زي دي أو سواء مثلا مبرد أنا مش محتاجاه، أي حاجة انتي حابة تستخدميها. وبعدين هتدمجي الاتنين ببعض، هتقلبيهم ببعض كويس جدا. ولو حسيتي ان انتي محتاجة كحول تاني علشان تزوديهم على بعض وتزودي وتظبطي القوام بتاعك. بعد ما خلصت بالطريقة دي هفضيها بقى كلها في العلبة اللي انا هستخدمها، اللي هي الفاضية دي، هفضيها فيها كلها بالطريقة دي. حاول ان انا افضيها بطريقة ان انا ما بهدلش الدنيا على قد ما اقدر. وطبعا في خطوتين مهمين جدا واساسيين، ان انا بساوي الكلام ده كله بقى بالمنديل بعد ما بخلص كده. انا فضيتها في العلبة الفاضية زي ما انتم شايفين. بعد كده هجيب المنديل وهمشي ايدي عليها كده بالطريقة دي، وهضغط عليها علشان اوزع الخليط اللي انا عملته دوت باطراف العلبة كلها عشان تمسك، تبقى شكلها كأنها زي الجاهزة اللي بنشتريها العادية. طبعا خطوة المنديل دي مهمة جدا علشان بخليه يمتص الكحول منها. وبعد كده بسيبها مفتوحة لمدة 24 ساعة عشان الكحول يطير منها. وهنجرب الهايلايتر، بس طبعا انا بجربه دلوقتي قبل ما نسيبه يقعد فترة اللي هو ينشف، يعني هي دلوقتي لسه طرية. هجربه على ايدي زي ما احنا شايفين، وزي ما انتم شايفين هو كان الهايلايتر، هو ده الهايلايتر. ممكن انا اعمله باي لون انا عايزاه، ممكن اغمقه، ممكن افتحه على حسب درجة الباودر اللي انا بستخدمها. انا استخدمت الباودر فاتحة علشان كده طالع اللون فاتح شوية معايا. لو انا عايزة غامق بغمق لون الكومباكت باودر.
فيديو النهاردة. اتمنى الفيديو يعجبكم، ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايكس وشير وسبسكرايب. اشوفكم على خير في فيديو جديد ان شاء الله. باي باي.